لا مش عايزة زغاريد، سمعوني زائر المرأة المفتري. انت نفسك لو امتحنت هتسقط يا رفاعي، ده يبقى امتحان انجليزي ديكشنري يعني. مسكون اللجنه دي وانا اعمل لكم مؤتمر 7 ايام بلياليهم. الكرتون ده بيعتمد على الخيال في الرسم، في المواضيع، في الضحك. يعني الطفل اساسه خيال، فبتلاقيه اول حاجه تلقط على طول مع الجمهور هو الطفل في الكرتون. بسنت ودياستي كان واحد من اشهر الكرتون اللي اتعمل في مصر في بداية الألفية. انت نسيت ان انا بتكلم على الكرتون على القناة دي. انا عملت قبل كده فيديوهين عن الكرتون على القناة دي، وكانوا من اول الفيديوهات اللي ساهمت في نجاح القناة دي اصلا. انا بتأسف على التجربة الصوتية في الفيديوهين، واتمنى الفيديو ده تكون الجودة اتحسنت. المرة دي معانا كرتون مختلف، هو بصراحة مش مختلف في شكل الكرتون، لكن مختلف في الحكاية اللي حكاها، مختلف في تفاصيله. عارفك هتقول لي ما لازم الكرتون يختلف في التفاصيل ولا هيبقى كوبي بيست من بعضه. هقولك تمام، وانت كلامك جميل جدا، بس التفاصيل اللي غيرها بسنت ودياستي كانت كافية في انها تحوله من كرتون عادي لواحد من ذكريات الطفولة، وكمان يكون خطوة من اهم الخطوات اللي اتخذت واثرت في انتشار الكرتون المصري. الكرتون ده نجاحه كان كبير بشكل ممكن الصناع اللي عملوه ما تخيلوش انه ممكن يطلع منهم عمل زي ده. ده جه بالصدفه على فكره. حنان ترك كان بيعمل حاجات للاطفال وكده وبتاع، على اساس هنعملها ايه، نجربها يعني. انا بحب حنان قوي، قلت له عينيا، وعملنا التجربه، وفجاه لقيت نفسي بعمل انا وحنان في بسنت ودياستي دي 7 أجزاء. كرتون اتحول من انه فرصة اخدها رئيس تحرير علشان يطلع فيها شغفه، الى انه بقى واحد من اكتر الناس اللي اثرت في الكرتون المصري. ايه اللي عمله في الكرتون ده وايه التفاصيل اللي غيرها علشان يبقى كده؟ تعالوا نشوف. بس في الاول، انا عبد الرحمن ودي بحب السيما. دي بقى السحر يا بيه. المكنه دي تدور تلاقي عالم قدامك، ده بيحب وده بيكره، ده بيقتل ده بيتقتل، ده بيتولد ده بيموت، دي بتتطلق دي بتزغرط. سيما يا بنت سيما. بس ما هتروح النار، لا انت وكل اللي بيحبوا السينما ويروحوها. انا رحت جهنم، شوف كل الممثلين المشهورين هناك. طبعا بحب السيما قوي وموت. بص، البداية في جمال الكرتون كانت الفكرة. يعني الصناع عشان يشترونا الكرتون ده كانوا محتاجين حاجة غريبة بس تشد الناس مش تنفرهم. عاوزين فكرة تضم حاجات كتير يقدروا يقدموا من خلالها أفكار أكتر. فكرة تكون بسيطة بس تلاقيها بتلمس الناس الكبار والصغيرين. اللي حصل إن في سنة 2008 في مصر كان بداية فكرة إن النت يدخل الصعيد. النت في الصعيد دخل الفترة دي. انت فاكر كده دخل متأخر؟ لا يا صديقي، انا بقصد النت كفكرة ابتدت تعرف في الفترة دي في الصعيد. في مناطق كتير دلوقتي ممكن تلاقي شوارع كاملة ما فيهاش راوتر واحد والناس عايشة على باقة الموبايل. مش عاوزين نتفرع في موضوع النت والصعيد. اللي اقصده هنا اوضح لك ازاي غرابة فكرة بسنت ودياستي. ازاي في مؤلف جت في دماغه انه يتكلم عن الصعيد والنت، ويقول كمان حاجات منطقية انها تحصل لما النت ينتشر في الصعيد. لو هقولك فكرة بسنت ودياستي بجملة واحدة، هو عبارة عن 2 صعايدة بيتكلموا عن النت اللي هما بسنت ودياستي. 2 من صعيد مصر وتعرفوا على بعض عن طريق الانترنت، وهم بيحبوا التكنولوجي وبيحبوا الحاجات دي. وبعدين الفكرة دي اتفرعت وبقى في شخصيات زي شخصية العسكري الرفاعي وعم تسوقي ومدياستي كمان تكون ان هي كبيرة الكفر. وبعدين يصاغ كل ده في حاجة واحدة اسمها كفر ابو عجوة. قالوا ما احنا عايزين الحلقات دي تبقى طويلة، ففكرنا نجوزهم وبقى في عالم كده اللي هو الكفر بتاعهم ده كفر ابو عجوة، ونضم بقى سامح حسين ويوسف ايد الله يرحمه، وبعد كده استاذ حمزة. عملوا ده من غير ما يكون مطلوب منهم انهم يعملوا ده. لا، هم اتكلموا عن مشاكل وقدموا رسائل وكوميديا وما خرجوش بره اطار ان ده كرتون للاطفال في المقام الاول. ولا كمان قدموا الحاجه دي بشكل ذكي لحد ما كانوش يجوا في نهايه كل حاجه ويقول لك لا اللي مش عارف ايه، لا 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 الحاجات ديت. لا، هم بيقدموا فكرتهم في حلقتهم، بس انت المفروض تفهم مش لازم كل حاجه اكلها لك بالمعلقه. لان اولا مش ده المفروض يحصل في العموم. ثانيا مش لازم الفن يكون بيفرض رايه على المشاهد ان ده الصح وده الغلط. يعني الصح والغلط ده بيكون نتيجتك انت. فالصناع يشكروا بشكل كبير على كتاباتهم دي اللي كانت فعلا جميلة ومتفاهمة للوضع العام. وبعد كل السنين دي الكتابة أثبتت نجاحها، عاشت سنين وعملت بدل الجزء 4 أجزاء كمان. على فكرة الكاتب الرئيسي في الكرتون ده كان أحمد أمين، واتغير مع 2 كتاب. فلو حد يشكر على الثبات في المستوى الكتابة هيكون أحمد أمين. هو لذيذ في الموضوع إن لما كنت بدور على حلقاتي المفضلة من الكرتون ده
على مستوى الكتابة كانت متوزعة على الأجزاء الأربعة، يمكن بشكل متساوي كمان. أنا اكتشفت إن ما عنديش جزء مفضل عن التاني، وده نجاح كبير كمان. الترعه وافضل اقول الترعه بلاش، الترعه لا يا عم دياستي الترعه وكده يعني. ده انا عملت لنفسي فهيته وعملت لك انت فهيت. ربنا يوفقهم يا بسنت. معلش اتأخرت في السكة، كان الكبري واقف، رفاعي هو اللي كان واقف سدد السكة. كده كان الأعمال اتكتبت، تعالوا نعملها بقى. إيه اللي هنحتاجه؟ الشخصيات هي لازم نعملها صح، لأن هي اللي هتعيش وهتعلق في ذاكرة الأطفال، هي اللي هتخلي العمل خالد. والشخصيات دي كانت التفصيلة الثالثة. والشخصيات هتتقسم لنوعين، شخصيات رئيسية وشخصيات فرعية. الشخصيات الرئيسية كانت 3 شخصيات، بسنت ودياستي، لا مش رفاعي، كانت كفر. فاكرين في حلقة القبطان عزوز أنا قلت لك إن الشمندورة تعتبر شخصية من شخصيات العمل، فالمكان اللي بيدور في الأحداث اللي بيكتبها أحمد أمين بيتعامل معاها لأنها عمل، بيتعامل معاها لأنها شخصية وشخصية تقيلة، فكمان بيحط فيها عناصر جذب كتيرة، وده اللي حصل في كرتون زي القبطان عزوز، وعملها كمان في كوكب كراكيب. لو فاكر الكوكب برضو كان عامله كأنه شخصية. دول ال3 شخصيات الرئيسية، بسنت ودياستي والكفر. الشخصيات الفرعية كانت عم تسوي الكبيرة، عسكري رفاعي. الشخصيات الرئيسية كانت ايه عناصرها؟ ازاي بتكون جذابة؟ البداية مثلا لو ركزت في اسماء الشخصية، بسنت، دياستي. بسنت تحسه اسم رقيق كده، عكس اسم دياستي اللي تحسه راجل تقيل كبير كده في السن، راجل واثق، راجل حكيم، ما تحسوش يمشي مع بسنت اصلا. فهنا يبدأ التباين الواضح ما بين الشخصيتين. ليه بتستخدم اسماء غريبه؟ اسمه بسنت ودياستي. هو بسنت ودياستي كان تناقض، يعني بسنت اسم رقيق ودياستي ما ينفعش يركب على الاسم ده، يعني ما يجوش مع بعض ابدا. التباين ده اللي بان في كتير من المواقف. يمكن كان اكتر نقطه استمرت في الكرتون ده كانت نقطه الاختلاف اللي هي ما بين بسنت ودياستي، وكانت بتطلع نكت كل حلقه. هو كان بس تباين ما بين بسنت ودياستي؟ لا، كمان اختلاف دياستي والتباين اللي كان بيقدمه دياستي وسط الكفر، لان هو شخص اتاثر بالنت. هو الشخصيه الثالثه كانت الكفر بشكله العجيب واسمه الاغرب، كان كافي انه يرسم لك التباين ده. يعني كفر صعيدي كبرت واحده ست، بس كده احنا مش عايزين حاجه تانية، كفايه ده كله. كفر كبرت واحده ست، كفر اسمه كفر ابو عجوه، في واحد عارف عن النت. طب دول الشخصيات الرئيسيه. الفرعيه كانوا ازاي؟ بصراحه لو اقولها لك قولا واحدا، احمد امين ما تقلش اهتمام بالشخصيات الفرعيه، كان حاطط فيهم برضو عناصر جذب، وكانوا متميزين عن بعض. الفرق بين الشخصيات الرئيسيه والفرعيه كان زمن ظهورهم على الشاشه. شخصيه زي شخصيه الكبيره مثلا، دي كانت بجد بتقتلني، هي مش هخبي عليك، هي منحوته من الكبيره للكتكوت، بس الغريبه انها كانت ظريفه، تحسها كانت بتدي شخصيه كبيره البلد السعوديه حقها، تديها تقدير لفكره الشخصيه عموما، لان ما اعتقدش انها نالت التكريم الكافي في كتكوت. وتيجي بقى للشخصيه اللي كانت هتبقى عمل لوحدها، العسكري الرفاعي، اللي هو عمل صوته سامح حسين مع شؤون الاطفال الكبار في الوقت ده. يمكن ده كان كافي انه يخلينا عايزين مسلسل ليه لوحده. هو كان هنا بيقدم شخصيه مختلفه شويه عن الشخصيات اللي اتعود يقدمها واتعرف بيها الاطفال، اللي هي زي شخصيه رمزي في رجل ست ستات، شخصيه عبوده اللي كان لسه عاملها. هي شخصيه هنا مش غبيه، لان كان اكبر جزء من غباء كان رايح ناحيه دياستي، ولكن كانت شخصيه سخيفه شويه. بس برضه سامح نجح بالشخصيه للدرجه اللي وصلتهم ان هم عايزين يعملوا بيه مسلسل لوحده زي ما قلت لك. الشخصيه الاخيره كانت عم تسوي. بصراحه المؤدي هو اللي كان عاجبني صوت الشخصيه، ما كانتش مرنه، بس صوت المؤدي وخصوصا ان هو لسه شاب صغير كان تحفه. لا الافراح امرها هين، في الافراح بنحزم البلد بانابيب البوتاجاز. بس شكلك غريب جو، عامل زي الكيس المكرمش. ايه اللي يخليني اروح كمال اشيل واجري في الجيم مع ناس معرفهاش، وعلى راي المثل الجيم بيلف. فاضل اخر تفصيله وهي الانيميشن. الكرتون ده اتعمل بشكل 3D، هما كانوا مجربينه قبلها في كوكب كراكيب، فهنا الكرتون ده جه عشان ياكد على ان احنا ممكن نبدا في مجال ال 3D، مع ان احنا ما جربناش فيه كتير. يا دوب ده تاني كرتون نجرب فيه الموضوع ده، وبصراحه اترسمت بشكل كويس. يعني شنب دياستي ده بصراحه بالنسبه لي، ولا راسه الطاقيه اللي بيلبسها، وانا مش عارف العمه اللي بتلبسها بس انت اسمها ايه؟ البوجه؟ مش البوجه، القمطه اللي قمطها على راس التحفه، ورسمه عم تسوي. كده خلصنا التفصيلات. في النهايه بقى التأثير اللي سووا بسنت ودياستي. تأثير بسنت ودياستي مختلف، يعني هو ما كانش اول كرتون نستخدم 3D، ولا اول كرتون في الفضاء، ولا اول كرتون اتعمل بتقنيه جديده زي القبطان عزوز، ولا اول كرتون مصر زي بكار، ولا اول. هو كان بتأثيره في فكرته، هو ازاي احنا هنتعامل مع النت، يعني انت دلوقتي لو بصيت على بسنت ودياستي هتعرف انه حكى لك حكايه التأثير على النت، قدم لك الافكار الغريبه وتأثيرها علينا وازاي احنا هنتعامل معاها. ده لو وصل لنا حاجه بسيطه من اللي عنده، هو الكرتون قدم لك كل ده قبل ما يحصل. وبس كده اكون انا خلصت. لو عندك اي حاجه تاني عاوز نتكلم فيها بخصوص الكرتون ده
الكومنتس تحت قول براحتك، ولو حابب كرتون تاني برضو الكومنتس تحت قول براحتك. لو عايز تدعم القناة احنا فعلنا خاصية سانك تقدر تدعمنا عليها. ولا تنسوا اخواننا من صالح الدعاء. لو الفيديو عجبك لايك وشير، ولو حابب تسمعنا تاني في فيديوهات قديمة وفي جديد لسه هينزل اعمل اشتراك. سلام.